ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيوات متنوعة مع مريا. اليوم إخواني أخواتي، غادي نقدم لكم هاد الدجاج محمر. كيجي أكثر من رائع، كيجي معلك. التغميرة ديالو كتجي خطيرة. نتمنى أخواتي تجربوه ينال الإعجاب ديالكم. ما تنسونيش أخواتي من بارطاج مع العائلة والأصدقاء لتعم الفائدة. المهم أخواتي ما نطولش عليكم، على بركة الله نمروا المقادير. بالنسبة للمقادير، عندنا الدجاج خلاص غسلناه مزيان بالحامض والملحه ورقدناه وغسلناه مزيان مزيان. صافي غادي ندوزو تشوفوا معنا المقادير. عندنا تقريبا 2 ديال الدجاجات. عندي الثوم تقريبا درت واحد الفص كبير. عندي الربيع، درت القزبر والمعدنوس. عندي الحامض مصير، وعندي السمن واحد المعلقه صغيره، والكمون، الابزار والخرقوم والسكينجبير. هادشي التوابل، هادشي ديال التوابل وديال المهم اللي غادي نديرو في الدجاج. دقيت هذاك الثومه والملحه والربيع، ضفت عليهم السمن هذيك الملعقه. غادي ندير هذيك اللبابه ديال الحامض مصير، غادي نديرها في الدجاج. نتوما كتشوفوا معايا حيدت لها غير اللبابه. غادي نضيف الخرقوم تقريبا ملعقه كبيره وشي شويه، لحقاش عندنا 2 دجاجات. كذلك سكينجبير والبزر اللي كيكون شويه قليل، كنقصوه تقريبا واحد الملعقه مع عمرش ديال الابزار. واللي كيعجبو يجي حار يدير. ولكن السكينجبير كتكون غالبه، لان السكينجبير مزيانه الدجاج، هي اللي كتجيبو خطير مع السمن وداكشي، والحامض كيجي مصروع. المهم غادي نخلط هذيك الاخرى. ما درتش هنا في الزيت نهائيا باش هذيك التغميره. لكن عندكم الوقت وجدوه وحطوه واحد ليله كامله ولا ساعتين، يبقى مرقد في هاد الشرموله ديالو باش كيجي لذيذ، وكتجي شرموله داخله مزيان مزيان. صافي غادي ندوز هاد الدجاج كامل في هاد الشرموله هادي سمحوا لي. وغادي نجمعها كما كتشوفوا معايا. غادي نجمعها بالخيط. بغات تجمع لكم غير هكذاك ما كاينش مشكل، ما كنتو تعرفوا لا ما تفتحش ما كاينش مشكل. بعد مرات حتى انا ما كنسدهاش بالخيط وكتبقى مشدوده. انا حايره معاها، انا عاد صيبتها. غادي نحطها جانبا، وغادي ندوز الاخرى نصايبها حتى هي بنفس الشكل اللي صوبت الاولى. هنا زربت المقطع لانني صافي غنعاودها عاوتاني وحده اخرى وصافي بحالها. صافي غادي نحطهم في الكوكوط على هذا الشكل على ستوراتهم، وغادي نضيف لهم هذيك الشرموله اللي بقات كبوها تمايا. ونضيف لها شي شويه د الماء داك باش هذيك الشرموله ما تبقاش في هذاك الاناء. غادي ندوز نحط واحد تقريبا شويه ديال البصله، تقريبا بصله. وغادي ندير الرباط القزبر والمعدنوس ونحطهم تما، وغنكب الماء الكافي. ودرت الزيت، ضفت الزيت تقريبا واحد كاس مع عامر ديال الزيت بين روميه وبلديه انا خلطت. وغادي ندير الزيت الكافي لهاد الدجاجات هادو، حيت راه معنا 2 دجاجات. هنا هذيك القلصه والاخرى والكبده درت لهم هذاك الخل، وخليتهم غادي نسلقهم شويه د الملحه. من بعد ما طاب الدجاج حيدته وضفت البصله باش نديرو التغميره. هذه هي البصله. وغادي نضيف هذوك القنصه والكبده اللي من بعد ما سلقتهم عاد ضفتهم انا باش خليتهم صافي تتوقف البصله معاهم. من بعد ما طاحت هذيك البصله صافي هنا غادي ندهنهم بالزبده والتحميره الا بغيتو تزيدوا تضيفوها. غادي ندخلهم للفران هادو يتحمروا، وغادي ندوز نشوف هذيك التغميره حتى توقف هذيك التغميره. غادي ندير لها شويه السكر وشويه د القرفه.
ضيفوا لها شويه القرفه. كاين اللي ما كيضيفش القرفه، ولكن بغيتو تضيفوها ضيفوها، راه كتجي زوينه ما كتبانش. صافي دابا غادي ندوزو لصح التقديم. غادي نحطو هاد الدجاجات هادو بهذا الشكل هذا بعد ما حمرناهم، وغادي نضيف التغميره. هانتوما شوفوا التغميره جات رائعه، جات معلكه. نتمنى اخواتي تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، جات زوينه الصراحه. صافي غادي نحطها بهذا الشكل. التزيين صراحه كان تزيين بسيط، داكشي اللي كان عندي في البيت درته، ما تكلفش نهائيا. ما شريت هريسه، ما قديت، المهم تزيين بسيط، ولكن الدجاج راه طلع خطير، جا رائع. نتمنى اخواتي تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. الى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.